ان شاء الله الطريقة تعجبكم. لو عجبتكم ادعموني بلايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. الف هنا وشفا، كل سنة وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهاردة السردين المخلل. أنا جبت السردين وغسلته غسلة كويسة جدا وحطيته على مناديل بالشكل ده علشان المية اللي فيه كلها تنشف كده. تعالوا بقى نعمل الخلطة اللي احنا هنعملها للسردين. هنحط معلقة من الشطة الكبيرة ومعلقة من الكاري أو الكركم ومعلقتين كبار كده من الملح، وهنقلب الحاجات الحلوة دي كلها مع بعض بالشكل ده علشان هي دي اللي هنملح بيها السردين بتاعنا. دي أحسن خلطة تعملي بيها السردين بتاعك والله عن تجربة. وهنجيب علبة، ما عندكيش علبة حطي اكياس أي حاجة مفيش مشكلة خالص. عندي العلبة بالشكل ده، هنحط العلبة من تحت معلقة كده من الخلطة الجميلة دي، وبعدين هنرص السردين بتاعنا بالشكل ده. بعد طبعا ما قلنا ايه هنشفه تنشيفة كويسة جدا، ما تخليش فيه اي سوائل خالص. وهتعملي طبعا السردين بتاعك عكس عكاس، كأنك بتعملي صينية سردين بالشكل ده. خلصتي اول رصة بتمسكي حبة كده من الخلطة بتاعتنا كده، وبعدين بتحطي واحدتين كده من الشطة المجففة كده. حطي كمان ورقتين من ورق الغار او ورق اللوري، وليمونتين كده، ورشة كده خفيفة من الزيت. الزيت ده هو اللي بيخليه ما يطلعش ريحة مش حلو انتي مش حباها بالشكل ده. وبترصي بقى الرصة التانية زي ما قلتلك عكس عكاس بالشكل ده. هخلص الرصة كلها وارجع لكم. خلاص خلصت الرصة كلها. على الوش بقى هننزل بكل الخلطة بتاعتنا بالشكل ده، ما تقلقيش خالص مش هتحدق منك لانك هتفتحي عليها مفيش 4-5 ايام وهتاكلي احلى سردين. اخر رصة بقى من فوق هنحط بقى الليمون بالشكل ده. الليمون بيحافظ على اخر حبة، اخر واحدة في قلب السردين. ورق اللوري بالشكل ده مادة حافظة، والشطة بتاعتنا كده. حاولي بقى تحطي بقى ايه شوية زيت كده حلوين على الوش عشان السردين بتاعك يطلع طري وجميل. وبتقفلي بقى على العلبة بتاعتك كده. هنلفها هنا طبعا بورق استرتش بالشكل ده علشان ما تطلعش اي هوا خالص معانا. على قد ما تقدري غلفيها تغليفة كويسة في الاسترتش يمين وشمال. هنا بعد ما غلفناها بالشكل ده هتشيليها بقى في دولاب المطبخ، تحطيها قدامك في المطبخ مفيش اي مشكلة خالص. بعد كام يوم هتاكلي احلى سردين وبألف هنا وشفا. هنا فتحنا خلاص على السردين بعد 5 ايام بالظبط من التخليل بتاعه. بص لون السردين عامل ازاي من جوه، استوى وبقى جميل قوي. طلعي كده الحتة منه وتاكلي. طبعا بعد ما فتحتي عليه لازم تنضفيه بقى كله وتحطيه في علبة او في بطرمان وتحطيه في التلاجة وعليه حبة زيت عشان ما ينفعش يتحط بره كده يبوظ.
وبكده اكون خلصت نظافة السردين بالشكل ده. لازم اول ما يستوي زي ما قلت لك، بصوا العلبة فاضية اهيت، بس فيها طبعا شوية الحاجات اللي احنا حاطيناها، ترصيهم كده في قلب علبة بالشكل ده عشان تحطي عليها الزيت. اوعي بعد السردين بتاعك ما يستوي تسيبيه زي ما هو كده في العلبة، علشان السردين روحه خفيفة، يعني ممكن يعفن من اي حاجة. فانا برصه بالشكل ده كده في العلبة. طبعا انا نضفت كل الكمية اللي عندي بالشكل ده. هخلص بقى رصها كله، وبعدين هحط على وشها حبة زيت علشان ما تبصي منه، وتشيليها في قلب التلاجة. لو مش هتاكلي منها دلوقتي ممكن كمان تحطيها في الفريزر عادي جدا، انما انا برص كل الكمية بالشكل ده علشان احطها في التلاجة عشان هناكلها في طاقة واحدة. وفي نفس التوقيت هحط كده شوية من الزيت زي ما قلتلكوا علشان ما يبصي، واقفل بقى العلبة واشيلها في التلاجة.